خدنا في اعدادي ان الماده 3 انواع: صلبه وسائله وغازيه. لو حبينا نصنف النار هنحطها تحت انهي نوع منهم؟ تعالوا ندخل جوه النار ونشوف النار هتطلع ايه. طبعا النار مش صلبه ولا سائله، ممكن تبقى غاز، بس علميا النار بتختلف كمان عن الغازات، لان الغازات بتفضل على نفس الحاله الى اجل غير مسمى، بس النار بتنطفي في النهايه. في ناس قالت نحط النار تحت الحاله الرابعه للماده اللي هي البلازما، زيها زي البرق والرياح الشمسيه. بس حاله البلازما دي ما بتحصلش في الاماكن المستقره على الارض، بتحصل لما الغاز يتعرض لمجال كهربي او درجه حراره عاليه، الاف او عشرات الالاف. بس النار بتاعتنا دي درجه حرارتها كلام فاضي، اقل بكتير من الحراره اللي بتولد البلازما. طيب لو النار مش صلب ولا سائل ولا غاز ولا بلازما، امال تطلع ايه؟ النار مش ماده اصلا، النار هي تجربتنا الشعوريه بتفاعل كيميائي اسمه الاحتراق. يعني النار هي تفاعل كيميائي، بس الاختلاف بينها وبين اي تفاعل كيميائي تاني ان تقريبا كل حواسنا بتتفاعل معاها، فبنحس انها حاجه ماديه. احنا عشان نعمل نار لازم يكون عندنا ماده عضويه بتتحرك، خشب او ورق مثلا، ولازم يبقى فيه حراره واكسجين. انت لو بتحرق خشب مثلا، جدران الخلايا بتاعته هتتحلل وتطلع ذرات للهواء، والذرات دي هتتفاعل مع الاكسجين وتدي ثاني اكسيد الكربون وميه. ولو في اي ميه محبوسه جوه الخشب وهو بيولع هتبدا تتمدد وتتبخر، وده اللي بيعمل صوت الخشب وهو بيولع. كمان ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه اللي طالعين من الاحتراق هم كمان بيتمددوا، كثافتهم بتقل وبيطلعوا عمود الدخان اللي انت بتشوفه طالع من النار. احنا بنشوف النار عشان الاحتراق بيطلع ضوء، لما الجزيئات بتسخن بيحصل لها حاجه اسمها اثاره بتطلع ضوء، ولون النار بيعتمد على درجه الحراره والمواد اللي داخله في الاحتراق. النار عند درجات حراره عاليه اعلى من 1000 بيكون لونها ازرق، ولما درجات الحراره بتنزل شويه اقل من 1000 بيكون لونها اصفر محمر كده. ونوع الجزيئات اللي بتتحرق هي كمان بتغير من لون النار. الكربون اللي في الخشب مثلا لما بيتحرق بيطلع كربون محروق، وده بيخلي لون النار احمر. كمان في مواد كيميائيه لو ضفناها للنار هتدينا الوان غير اللي احنا متعودين عليها خالص. لو حطينا ملح في النار هيخلي النار برتقاني، ولو حطينا صوديوم تترابوريت هيخلي النار خضراء، ولو حطينا املاح المغنيسيوم هيخلي النار بيضاء. وفي مساحيق بتخلي النار بنفسجي، بيستخدموا الحاجات دي في الافلام كتير. غير الالوان كمان النار بتطلع حراره، والحراره هي اللي بتخلي النار تكمل، لان هي اللي بتحرق جزيئات جديده. بس في النهايه لما كل الجزيئات تخلص الحراره مش هتلاقي اي جزيئات تحرقها والنار بتنطفي. ولو طلعت بمعلومه واحده جديده انا هكون مبسوط. وما تنساش دول.